لو كنا نقرا البالويه والافستا كنا عرفنا انه كل كلمه فيرست باللغه الانجليزيه هي كلمه كرديه بالاصل. تصور انه نحن لما نحكي بموضوع والموضوع الفكري والفلسفي يختلف عن الارقام والاحصائيات. يعني نحن بالارقام والاحصائيات لما نذكر شيء بنقول يك يا كمين. مثلا باللغه العربيه في تمييز عن الموضوع الفكري والموضوع غير الفكري. مثلا بالانجليزيه لما يحكوا بموضوع فكري فلسفي يقولوا فيرست اوف اول، يعني اولا وقبل كل شيء من حيث الاهميه يعني. وباللغه العربيه كمان يقولوا اولا، ما يقولوا واحدا. هلا بالكرديه ليش نحن ما عندنا هذا الشيء؟ لانه لو كنا قرانا لكنا عرفنا انه في فرق بين يكمين وبين فيرست، اللي هي اصلا جايه من فراء وايست. الاستاذ مشتاق يعرف انه فراء يعني الى الامام بالكرديه وبالبالويه والافستا. نعم. وايست بالبالويه والافستا هي صيغه السوبرليتيف، يعني سوبرليتيف يعني الاعظم يعني لما تقول فريستا بري حموتشتا بكرديت بيجي فريستا بري حموتشتا، يعني يا تشتا هري جرينج بري حموتشتي جرينج ترى تنابت بيجي يا كمين. بالموضوع كان فكري فلسفي ده باخفي وتبيجي تشتا يا كمين. نجيب الكلمات الكرديه هاي ونشرحها تشريح نرجعها 2500 سنه لورا لتعرف انت يا كردي هاي اللغه اللي مرات انت تستعر منها وتروح تتعلم عربي وتركي وفارسي بدالها، وين اصلها؟ من وين جايه؟ من انو حضاره جايه؟ كيف صار لها 2000 والانجليزي بيحكيها وانت ما بتعرف تحكيها. الانجليزي اخذها ودخلت لغته، والفرنسي اخذها قديما هذا، والجريكي اخذها منك ودخلت لغته وانت مالك فيها حظ ولا نصيب، ولا تعرف كوعك من بوعك، ولا بتعرف راسك وين. هذا مو ذنبك. طبعا انا هذا يا كردي يا بسيط، هذا مو ذنبك، هذا الذنب انه في اكاديميين كرد ما بيحكوا لك عن الموضوع. سالوهم وضغطوا عليهم، منيح يابا انتم ما بتحكوا لنا عن المواضيع. اشمعنى مشتاق الياس وان يكونوا بيحكوا لنا عن مواضيع غريبه عجيبه؟ من وين؟ كذابين هم بيكذبوا، مدعين هم بيدعوا. الياس اسمه ياسر الياس، ماجستير اذا انا مو غلطان، ماجستير مو باللغه العربيه؟ دبلوم دراسات. بحسا قلتنا ما نكر معناه عاقلت كرمانجيدا كرديدا مثلا. ها قلتنا منطق يا عربي جويهات يا اصلي دقوتن مان توك يعني الحديث بمقتضى العقل. يعني توك انجليزي ده هي كرمانجي ده هي عربي ده هي. يعني مثلا ازفي قلتنا بهنامتشك قابات دبي كرمانجي كردي نبيش كرمان شما اجبرقو صوران لور افانا بهنا دلي خوش ما تقرن كردي نغيدا از ما تشعبي منها امي توك وتيل ونطقه بو النطقه عربي ده وكرمانجي ده جي ام بفلانكس كتيه تورا فلانكس ده او تور نشبكه تور اشتغاليه حتى كتيه هيستوري ده انجليزي، يعني كتيه تاريخ هيستوري. او مانتوك يعني الحديث بمقتضى العقل بو منطق مانتوك. يعني مزن عربة شنو تشيكر مزي شخور مزي زودة بعربة أف صناعات ولو شخورة يعني شخورة قرتنا يعني شخورة فين كرنا جو إنسان بزمانه جو زماني خو بيش نخي بيش ناكبه يعني مزي شكن كيفا أف زماني خو بيش خستنا دزيا قوتنا شخور تشيكرنا خوش كرنا يعني منطق مانتوك أنا تبيجي ومنطق مانتوك هات يدقوتنا قوتنا جي كرمانجيها وقلنا تيجي كرمانجيه اصليه كرديده هي يعني قلت انت كرديده تورا حتى عربيته يجي دبي طاري فلان جبنا طاريهم او نفسها هي قلنا توك وتيل وتور كرمانجيده وطاري عربيته بيجي طاريهم. هسه اسال زازاكي، مش في عندنا الكرد الزازا؟ قول له ايش معنى زازا؟ لا يمكن لو يطعن حاله ما راح يعرف ايش يعني زازا ولا ايش معناه، لانه ما يعرف لغه باهلويه. كيف هذا انا مشاغب. بينما اذا رجع للغه الباهلويه ببساطه راح يقول كلمه زاز باللغه الباهلويه يعني العشب الطويل، عشب الطويل المرعى يسموه زاز جايه منه زازا، وهي نفسها الكرديه بالكرمانجيه صارت زوز زاز صح زازا زوزان. هو العشب الطويل هذا المرعى اللي بترعى به القبيله الكرديه. ولما نقول سيباكان
يعني التفاح، هاي الشجره يمكن كان عليها كثير شجر تفاح فسموا الجبل باسم السيب. سيب يعني تفاح باللغه البهلويه، وهي ايضا باللغه الكرديه احنا نقول سيف، بالسوراني يقولوا سيو. انتم بالكرماني شو بتقولوا التفاح؟ سيف. خلاص انتهى. يعني احنا بنقول كل الاكراد شو بيقولوا للابن؟ بيقولوا كر، صح ولا انا غلطان؟ صح. نعم. طب من وين جايه كلمه كر؟ تفضل احكوا لي كر يعني ايش ومن وين جايه؟ شو اصلها؟ هي من كرج. كرج كر باللغه البهلويه يعني ابن الحصان، المهر. اجدادنا من كثر فخرهم بالحصان وابن كانوا بيدخلوه في اسمائهم. هل عندنا نماذج ثانيه باللغه البهلويه واللغه الافستائيه يدخل فيها اسم الحصان؟ نعم، اسب، هسب يدخل في كثير من الاسماء. ويعرف الاستاذ الياس اقدر اجيب لك عشرات الكلمات البهلويه. يا سيدي هذا الجذر كر مثل ما تفضل الاستاذ مشتاق تشترك فيه معاني عديده يعني، وليس من الصدفه انه الاكراد اختاروها يعني. بالضبط. يعني هذا الجذر يحمل معنى الذكوره يعني، والمعروف العضو الذكري شو اسمه يعني. ايضا يحمل معنى القدره والامكانيه يعني، والطاقه يعني، طاقه اللي هو يعني الكاريبون اللي جت منها كلمه كرييشن باللغه الانجليزيه يعني. طاقة كمان كلمة كردية بهلوية. طاقة. طاقة كلمة كردية أصيلة 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 إلى قعر الأصالة يعني. الطاقة بس أذكر لك الطاقة لحتى تشوف يلا. عظمة اللغة هاي. يلا يا سيدي كلمة طاقة هي مشتقة من الطاف اللي هي الشمس باللغة الكردية، وأصلا الإنرجي الهورجي يعني الهورجي هور شمس. الطاقة بالعالم كله معانيها مشتقة من الشمس يعني، لأنه الشمس هي مصدر الطاقة الأساسي بالعالم. تمام؟ لما نرجع للافستا في اوستاو كاتبين اوس لحالها بمعنى اوت اوف، يعني باللغه الكرديه القديمه اوس بمعنى اوت اوف يعني خارج عن، وطاو كاتبين القدره والطاقه، طاو باللغه الافستيه اللغه الام. نعم، في البهلويه اصبحت تاب. اصبحت الكرديه الحديثه اوستا يعني تعبه، يعني ما ظل عنده طاقه. اوستا يعني ما ظل عنده طاقة شمسية، طاقة ما ظل عنده. أوس يعني خارج عن، صار يعني نفد معناها نفد يعني خلص يعني انتهى يعني. هاي الكلمة نفسها انتقلت للإنجليزية. هلا تايرد بالإنجليزية اجت من هون تايرد، وموجودة بالعربية اللي هي تعب. حتى موجودة عند السوران لما يقولوا طواوبوا يعني انتهت ما ظلت يعني نفدت يعني. نعم يا اخي شبكه معقده جدا من العلامات، من السيمانتيك، من المعاني، من الدلالات، شبكه عميقه جدا يعني. نعم، واذا تقارنها باللغه الالمانيه والفرنسيه نفس الشيء، والايطاليه، اللغات القديمه، الرومانيه، اللغه الاغريقيه. يعني كارثه انه شعبنا ما يعرف. لو ابنائنا الصغار جيلنا الشاب يعرف انه كلمه فل الانجليزيه هي نفسها كلمه بر، يعني الملء الكرديه بر، راح يحترم نفسه ويحترم قومه ويحترم لغته ويحترم. صح. وفي إلها كمان بلاند يعني ملأها يعني اللي هي اجت منها فيل بالانجليزيه. بالضبط. هذا ابسط مثل بعطيك اياه. ولما تعقد مقارنه بين اللغه الانجليزيه والكرديه، والله لخليكوا كلكوا صلعان مثل عليك والله. طيب انا لو تعرفوا انه تقولوا مصدر الانجليزيه يلعن اخته عصاي مصدر الكرديه. يا سيدي اللغه الانجليزيه ايضا مصدر اساسي الى جانب دراسه البالوي والافستا لتصحيح مسار اللغه الكرديه، وفي اشياء كثيره مفقوده لا يمكن العثور عليها الا بالانجليزيه. انا مثلا في سياق البحث عن كلمه في مكان كلمه ارجوك مثلا، الان في الانجليزيه بليز، في العربيه ارجوك، الان في الكرديه ماذا نقول مثلا؟ بالكرديه تكايا نقول. تكايا. احنا بكردستان نقول تكايا تقريبا هي مشتقه من القدره يعني، تقدر يعني، ممكن يعني انه في امكانيه يعني. نعم. طيب غير تكايا بمعنى انه يعني هاي مثل معناها مثل الشامي فيك او تقدر او ايه يعني.
كلمه فعلا تكون بمعنى ارجوك، يعني تحمل موقف الرجاء يعني. نعم. يا سيدي انا وجدتها في كلمه بليز الانجليزيه، هل تعلم ذلك؟ كيف؟ الان كلمه بليز في اللغه الانجليزيه اصلا تاصيلها الاتيمولوجي اللي هي مشتقه من بي بمعنى القدم، ولي لي بمعنى الانحناء اللي هي موجوده بالعربيه يلوي يعني يلوي، هي نعم. اصلا كلمه كرديه. لياند يعني طواند، يعني طواها يعني. لما انت القدم تبعك لما تنزل على الارض بالقدم تبعك تطويها، هاي صارت رجاء. يلويها، نعم. هاي بالكرديه تصير بلي من دون اس بلي. ايه نقدر نقول بلي. الاشتقاق مالك صحيح جدا لغويا. تصور، لانه الانسان لما يكون بموقف الرجاء يكون بموقف الضعف. عرفت علي شلون؟ فهو اصلا ضعيف، vulnerable بالانجليزي، يعني محتاج كثير، في عوز، في امس الحاجه. والانسان لما يكون بموقف امس الحاجه يذل نفسه يعني. وبموقف مش الذل بمعنى انه هو مهان يعني، ولكن هون التصوير صار المشهد انه هو بينزل على قدمه على الارض، يعني بيطوي رجله يعني، فعلا بينحني بقدمه. نعم، في الازمنه القديمه خاصه. هاي اشتقوها بالزمان القديم من هاي الصوره، من هذا المشهد اللي هو بي زائد لي. انسى الكلمات. قواعد اللغه الانجليزيه هي اخت قواعد اللغه الكرديه، اختها، كانه هذا جاي من شخص واحد. الانجليزي لما بيصيغ فعل الماضي بيجيب المصدر ويحطه باخره اد او ات. هاي ماخوذه من الكرديه. نعم بالضبط مثل الكرديه. نعم. يحط د او ت بالضبط. نعم. يعني قذي هذا ابسط شيء. لما الانجليزي بده يصيغ اسم الفاعل يحط ار في نهايه الجذر الفعل، مثل الكردي بالضبط يحط ار في نهايه الجسمه. لما بده يصيغ اسم الفعل يحط شن اللي هي بالكرديه تن. نفس الشيء، بس الاش صار ت واش، يعني الفرق. وهما هذول الت والاش في علم الصوتيات دائما بيبدلوا مكان. نعم. يا سيدي ازيدك من الشعر بيت. هلا باللغه العربيه اذا ترجع لورا كلمه نقاش بمعنى الحوار موجوده في اللغه العربيه القديمه، حتى ارجع 200 سنه لورا تشوف كلمه نقاش. لا. طيب هلا هاي نيغوشيشن باللغه الانجليزيه منين اجت هاي؟ اصل لنا اياها يا سيدي. احنا باللغه البالويه والافستا جو هي الاذن، جوش بالبالويه جوش. ايه جوش. وجو هو الكلام. لما تقول نقوش يعني هو جماعه قاعدين مع بعض عم يتكلموا بنفس الوقت وعم يستمعوا لبعض بنفس الوقت. هاي نقوش هاي. نعم صح. جو هو الكلام باللغه الكرديه، وجوش هو الاذن، الاستماع يعني. يعني جوهشت بالبالويه يعني استمع جوشت. لما تقول نقوش يعني نقاش كرديه اصيله، انتقلت الانجليزيه اصبحت نيغوشيشن. طيب كلمه نقاش كانت موجوده بالعربيه، ارجع 200 سنه لورا ما تلاقيها يعني. بس هنا نقطه مهمه خلي الكرد يفهموا فرق لهجاتنا التعيسه حاليا لما نقيسها بالبالويه. الجذر جو اللي يعني التكلم، والجذر واج باللغه البالويه في فرق كبير. احنا الكرد هلا بنقول الكردي، في كردي بيقول دجو جوتي كذا، ويقول دبيجا يشاد. الكرد يستخدمون الجذرين بدون معنى واضح حاليا. في كرد يقولوا دبيجا، في يقولوا دجو. مع ذلك هناك كلمه اصيله يعني بس الفرق عظيم في اللغه البهلويه. لما بالبهلويه يقول جويد يعني تكلم، واجد اللي هي اصل دبيجد وبيج، واجد يعني تحدث. التحدث غير عن التكلم. وكذلك الكردي اليوم يقول دتشو، ويقول رويشت، درو أروا دتشي أتشي. الفرق بين التشي والتشو والرو مو واضح في الكردية، كلنا نستخدمه حاليا بنفس. لكن في البهلوية تختلف الفرق بين الرو والتشو عظيم جدا. لما بقول علي أو عفرين رفت يعني رت يعني راح،
من الجذر رو، يعني علي راح العفرين. لكن انا ما بعرف هل علي وصل العفرين ولا لا. بصورة عامة بقول علي طلع من عندي راح العفرين، لكن لو قلت بالبهلوية علي او عفرين شد يعني شو، يعني انا هسه وانا المتكلم معك بعرف انه علي موجود في عفرين. شد يعني اصبح هناك، يعني اصبح. روي يعني ذهب. شوف الفروقات اللغويه والبلاغه. لا لانه استاذ مشتاق، رو هي تتقاطع مع كلمه ري اللي هي الطريق، كانه لسه على الطريق، بس شود تتقاطع مع كلمه جه اللي هي المكان، يعني الوصول الى المكان مثلا. نعم مثلا هكذا هي اللغه البهلويه، لانه هذول الناس لما بيكتبوا بالبهلويه كانوا اكثر شيء بيكتبوا في كتب وادعيه وصلوات الدين الزردشتي او المعنوي، بيتكلموا مع الله، فالكلام كان في منتهى البلاغه. لا يمكن لكردي، لا يمكن لنص كردي مهما كان قوي يوصل الى بلاغه البهلويه. هل تعلم الكلمات هي نفسها والجذور هي نفسها والقواعد هي نفسها، بس الكردي اللي راح يقرا بهلوي يعرف شو هالبلاغه اللي موجوده في اللغه البهلويه، واللي احنا هسه بامس الحاجه له. يعني هذول كانوا يتكلموا مع رمزدا، مع الله ومع الملائكه، فبيخافوا يغلطوا بالمعنى الكلام. هل تعلم استاذ مشتاق ان كلمه البلاغه مشتقه من بهلوغا، يعني الكلام الجميل؟ هل تعلم؟ نعم. لوغا اللي هي موجوده اصلا في لغاتنا المحليه، مرات عندنا العرب يقولوا لقاس يعني يتكلم. نعم. يعني لوغا اصلا جو لاحظ كلمه جو في لقسه لوغا. نعم. تقريبا لها كمان علاقه باللوجو، كلمه لوجو. نعم. لانجويج لها علاقه باللانجويج. نعم. لوجو كلمه يونانيه اغريقيه قديمه اللي هي اللانجويج اصبحت لغه. صحيح. هواري يريد اسماء الاعضاء جسم الانسان بالبهلوي، بعطيك نتفه منهم. سر هي سر، تشم يعني تشم يعني تشاو، مو يعني شعر، غوش يعني جوه يعني اذن، شان يعني كتف، تشن يعني تشناكه يعني ذقن، دان يعني السن، ددان يعني اسنان. نعم. لب يعني ليو يعني لتش يعني الشفه، زوان يعني زمان يعني لسان. بعد شو بدك، دست يعني دست. لكن في البهلويه الايد اليمين لها اسم خاص يسموه دشن. فالمره الجايه يا كردي لما تسمع كلمه دشن ودشنيه فهي جايه من البهلويه اللي هي الايد اليمين. في مطربه مشهوره عندنا بكردستان الجنوبيه اسمها دشنيه، هاي جايه من كلمه دشن البهلويه اللي تعني اليد اليمين، لانه كانوا يحلفوا بها ويقسموا بها وبيحطوها على المصحف، فكان لها اسم خاص. اما الايد بصوره عامه يسموه دست، الذراع يسموه بال، الرجل بيسموه با. بعد شو بدك يعني الرئه بيسموها سي، القلب بيسموه دل، الكبد بيسموه جقر. شو بدك كمان يعني، هي نفس الكرديه. جقر هو الاسم العلمي يعني لجقر، يعني هي نفس اللغه الكرديه. اذا تفتح انسايكلوبيديا على الليفر مثلا باللغه الانجليزيه راح يكون لك الاسم العلمي جقر. جقر بالكردي احنا بالكبد بنقول جقر. يا سيدي اسماء الغدد، كلمه غده نفسها كرديه، يعني اسماء الغدد كلها كرديه باللغه العربيه. يعني مثلا الغده النكافيه مثلا، يعني هي لانها الغده النكافيه مسؤوله عن افراز اللعاب حتى الطعام يصير سهل الهضم. نعم. هي نوكف لانه تعمل كف اللي هو اللعاب يعني. كف صح، كف احنا نقول عليه كف. نعم كف. شو كمان في الغده النخاميه مثلا، هي تعتبر من اهم الغدد مثلا عند الانسان، الغده النخاميه في الراس. هي لانها من اهم الغدد، فلذلك هي محميه بطبقه عظميه شبه عظميه سميكه جدا يعني لحمايتها، فلذلك سميت نخاميه، لانه النخوم عندي باللغه الكرديه يعني مغطايه.
نعم. مخومانتي بلي. كف ايضا يعني وغف باللغه البهلويه، كف يعني وغف. شو كمان في غدد مثلا؟ الغده الكظريه مثلا. هاي احنا دخلنا في الطب، وين وديتنا يا الياس؟ ما هو غدة مثلا، غدة هي الكتله المدوره، يعني غدة اصلا كل شيء باللغه الكرديه يكون مدور يبدا بجو، مثل جروفر مثلا، جلوب مثلا. لانه في اللغه البهلويه احنا ننطقها مثل البهلوي في كردستان، قرد وقرد يعني مدور، قرد بس يبدا بجو يعني مدور، يعني هاي مثل جوك مثلا، جروفر مثلا. جوج نفسها جوج. هاي الغده اصلها غدا كرديه اصيله، يعني ما فيها ولا حتى ريحه عربيه يعني ابدا. نعم. ترى في الكرد قليل ما يستخدموا كلمه جلوفر، كانه بيخجلوا منها. جلوفر انا دائما استخدمها كانه كلمه عتيقه، خرقه باليه. هاي مشكلتنا، لانه ما نعرف معناها الاصل، لانه ما احنا بنستحي من كثير كلمات كرديه لانه ما نعرف اصلها. هسه قلت لك حرف اللي هي لا غين، ولا بيسموها الغين البهلويه، هي لا غين ولا ق، فقط يتحدثوا بها يا سيدي الكبار. اشياء فظيعه يعني. اذا يعني هلا بالعربيه مثلا كلمه فرج منين جايبينها مثلا؟ اصلا باللغه الكرديه فرجك مثلا، فرج فرجك. باللغه الانجليزيه فاجينا مثلا، هي اصلها كرديه، اصلها فرجك يعني. نعم. طيب كلمه مهبل منين جايبينها الاخوه العرب مثلا؟ كلمه مهبل وين وديتنا يا الياس؟ ايه المهبل هو معلش، لا حياء في العلم يعني، مشان الاكراد يعرفوا يعني. مهبل هو اصلا بالاصل ما خلصنا من الاستاذ مشتاق كرد نحن. لا والله لا حياء في العلم. العرب ما استحوا لما كتبوا، احنا ما نستحي. المهبل هو العضو الانثوي لكن من الخارج، بس العرب فهموه غلط، سموه باسم القناه، بس هو مو القناه بالاصل. اصلا باللغه الكرديه ميبل هو الشكل الخارجي البارز للعضو الانثوي. ميبل مي يعني انثى، بل يعني واقف، بل يعني نعم ميبل. نعم. بالمناسبة باللغة البهلوية أسماء الأعضاء التناسلية هي نفسها بالكردية، هي نفسها، ما راح أذكرها لأنه أنتم بتعرفوا بالكردية شو اسمها، فهي نفسها بالبهلوية. إيه ليش ما أنا كملتوا؟ كمل أستاذ مشتاق قول. هو نفسه إحنا بالكردي شو بنقول العضو التناسلي للرجل؟ هو نفسه باللغة البهلوية. شو بنسمي المؤخرة؟ هي نفسها باللغة البهلوية. كون سموها كون. وكير يسموه كير، نفس الشيء. ميور يسموه ميور. ور باللغة البهلوية، ور يعني الأعضاء التناسلية المقدمة. لهذا بيسموا الرجل الشبق ورن من كلمة ور. باللغة البهلوية يسموه ورن، يعني شبق، فكره كله في الأعضاء التناسلية. قري يا سيدي استاذ مشتاق، كلمه عوره هي جايه من هاي الكلمه، مشتقه منها على فكره. ايه من كلمه ور، عوره من ور، مبينه حي على الصلاه. احسنت. الاعضاء التناسليه كلها يسموها ور باللغه البهلويه. الاعضاء التناسليه كلياتها مع بعضها اسمها ور. ايه كل المنطقه مثلا هم شوف باللغه البهلويه الانف والتم والحنك هذا كله مع بعض بيسموه بوز. ايوه ملامح الوجه يعني. لا الانف والتم هاي المنطقه البارزه في الوجه اللي هو الانف والحلق والتم. ايه فالمنطقه هاي بسموها بوز، اللي هسه الاكراد يقولوا بوز بس على الخشم، صح؟ نعم صح. ايه بس هو بالبهلويه يعني كل هاي المنطقه. فكذلك مجموعه الاعضاء التناسليه للانسان بسموها ور. والشخص الشبق يسموه ورن. وديروا بالكم ورن ما له علاقه برن يعني الكبش باللغه البهلويه مثل الكرديه. برن من وين جايه؟ من كلمه بردن، يعني تاخذ الشر. كانوا لما يذبحوا الكبش هذا بيسموه اكبرن،
أكبرن. برن. أك باللغة البهلوية يعني الشر العظيم، برن يعني ياخذ، يعني ياخذ الشر، ماخذ الشر، لأنه كانوا بيذبحوا الكباش الزردشتيين. الإسلام ماخذوا هذا التقليد من الدين الزردشتي، كانوا لما يحلفوا بأعيادهم وهاي يذبحون الكبش اللي هو البرن، وبقى برن عندنا. برن غير ورن، ورن يعني شبق أو شبقة، برن يعني الكبش. صفر باللغة الكردية أنا دائما عم قول عنها زلط، نفسها زلوت أصلع، أو في كمان بيقولوا كتشل عن الأصلع، أما في مناطق كمان بيقولوا زلوت. يا ترى صحيح الكلام؟ ما بعرف، بس هي بالبهلوية هي كتشل مثل الكردية. بهلوية كتشل هي كتشل مثل الكردية تماما. زلوت مارقة معكم شيء؟ زلود لا الكلمة أصلا شكلها آرامي على هاي، ما بعرف، ما مر علي. البهلوية بدأ مراجعة وهون، بس أنا وإلياس شوية بنحكي بهلوي، شوية بنعرف أفستائي، متخصصين أكاديميين كرد شباب يروحوا يدرسوا. عندكم جوتا في ألمانيا، جامعة جوتا، ابعثوا أولادكم يدرسوا أقوى دراسة للغة البهلوية في جامعة جوتا، إيرانيات لغة البهلوية.